تم فتح المزاد. في المزاد العادي لو انسحبت بدري بتوفر فلوسك وتخرج بكرامتك، لكن هنا القوانين مختلفة. في مزاد الدولار هيكون المزاد على ورقة 100، الأول هيكسب المزاد ورقم 2 هيدفع المبلغ اللي وقف عنده. إذا وقف مثلا على $90 هيضطر يدفعهم. على بركة الله نفتح المزاد. مش فارقة. أنا هبدأ $50 على الورقة دي. مفيش حد يقدر يغلب محفظتي. وأنا هزايد ب60. إحنا تعودنا ننافس الكبار، والورقة دي أنا عايزها. وأنا $90. خلصنا بقى يا فندم، أنا مش جاي أضيع وقت مع ناس مفلسة. وأنا $100 وهشتريها بنفس قيمتها. هنا بقى اللحظة الغبية، الأمريكي لو انسحب هيدفع $90 لأنه خسران آخر مبلغ وفقا لقوانين المزاد، عشان كده هيضطر يزايد فوق قيمة الورقة نفسها عشان ما يخسرش $90. و$150. أنا مش هطلع خسران قدام العالم. المزاد ده بتاعي. وأنا بقول $200 لورقة ب100. الورقة ده بتاعتي، ولو وصلت ل1,000,000 مشهد دلوقتي لكل طرف هو مش المكسب ولكن هدف التقليل الخسائر، والاتنين وقعوا في فخ ومش قادرين على التوقف، وبمجرد المزايده تجاوزت $100 الاتنين اصبحوا خسرانين. لكن الطرف اللي هيقرر التوقف مره واحده عن المزايده هيكون هو الخاسر الاكبر، لانه هيدفع اخر مبلغ في المزايده وهيخسره كله، اما التاني خسارته هتقل بعض الشيء عشان يحصل على $100، وهنا فخ التصعيد. هنشوف مين هيصرخ الاول. انا حصرته حصار بحر كامل في أبريل، هدفي امنع كل دولار بيكسبه من النفط لازم يصرخ. انا قفلت هرمس بألغام بحريه، وانت قفلت بره في بحر العرب. العالم مخنوق بايدينا احنا الاتنين. ايران خسرانه $276 مليون يوميا، وانت في امريكا شعبيتك نزلت ل 36% بسبب سعر البنزين. مين فيكم موجوع اكتر؟ البنزين ب$5 ده وجع مؤقت. ايران خسرانه وجودها، وده الرهان اللي انا براهن عليه في المزاد. انا عندي 180 مليون برميل في عرض البحر بعيد عن حصارك ومستنيين. انا صبري ملوش حدود. انتوا الاثنين في فخ التصعيد، كل واحد مستني التاني ينهار، والنتيجه ان المزاد بياكل فيكم انتوا الاثنين. وليه فشلت المفاوضات؟ لان محدش عشان يبان قدام العالم انه بدا يصرخ الاول. لو انسحبت هخسر هيبتي، ولو كملت هخسر اقتصادي. الحرب دي مش هتخلص غير لو بطلتوا تزايدوا على بعض. الاستمرار معناه خراب بيوت للكل مش بس ليكم. تفتكروا المزاد ده هينتهي بمين فيهم أهدي؟ وهل العالم يقدر يستحمل أكتر من كده؟ شاركونا بتعليقاتكم.